ليونيل ميسي شارك مع انتر ميامي في اول مباراه ليه ضد فريق اسمه كروز ازول، ونزل كبديل في الدقيقه 70. يسكت بقى ويهمد وما يعملش حاجه ويقول ده اول مباراه وانا نازل بديل مش هتفرق لو ما عملتش حاجه. لا يا معلم، كل ما كان يلمس الكره الجماهير في الملعب كلها تحس واحد كانت بتزوم عليه وبتنده باسمه. وفي الدقيقه 95 سجل هدف عالمي علشان يكون اول هدف ليه مع انتر ميامي، والنتيجه في المباراه دي كانت 1-1، وده كان هدف الفوز علشان يفوز انتر ميامي في المباراه دي على كروز ازول بنتيجه 2-1. وتاني مباراه رسميه لميسي لعبها مع انتر ميامي كانت ضد فريق اتلانتا يونايتد في كاس الدوري الامريكي، وبدا في المباراه سخنه على طول. في الدقيقه 9 سجل الهدف الاول لانتر ميامي، وما استناش كتير لغايه الدقيقه 22 وسجل الهدف الثاني علشان يبقى مسجل 3 اهداف مع انتر ميامي في مشاركته في 45 دقيقه فقط. الاسطوره ميسي. ده غير اللمسات واللمحات اللي بتعجب الجمهور من ميسي. الجماهير كلها كانت اي حركه بيعملها ميسي بصوت واحد وكانه في حفله غنائيه بالظبط. طب يا عم ميسي انت سجلت هدفين تمام على كده ولا ايه حكايتك؟ لا يا باشا، في الدقيقه 53 بيعمل اسيست للهدف الرابع. علشان يبقى مشارك في 4 اهداف في اقل من 90 دقيقه لعبها مع انتر ميامي في كاس الدوري الامريكي. وفي ثالث مباراه رسميه لعبها ميسي مع انتر ميامي كانت ضد اورلاندو سيتي في كاس الدوري الامريكي، وبرضه كعادته مع انتر ميامي لازم يسجل في بدايه المباراه. في الدقيقه 7 سجل الهدف الاول علشان يبقى مشارك في 5 اهداف مع انتر ميامي في اقل من 90 دقيقه لعب. وفي الدقيقه 51 كان في ضربه جزاء لانتر ميامي، بصراحه المفروض كان هو اللي شاطها لكن دخل جوزيف مارتينيز هو اللي شاطها. طب ميسي يسكت بعدها ويقول عشان الواد خد ضربه الجزاء مني وما عملش حساب ان انا اسطوره ولا ان انا فايز بكاس العالم ولا ب7 كره ذهبيه؟ لا يا باشا، جاب هدف في الدقيقه 73 علشان يبقى مشارك في 6 اهداف في اول 3 مباريات ليه مع انتر ميامي. وانتهت المباراه بنتيجه 3-1 لانتر ميامي ضد اورلاندو سيتي. وفي رابع مباراه رسميه لعبها ليونيل ميسي مع انتر ميامي لعبها ضد فريق دالاس في كاس الدوري الامريكي في دور ال16، وبرضه كعادته في الدقيقه 7 سجل الهدف الاول لانتر ميامي من اسيست جوردي ألبا علشان يبقى الحارس القديم هو اللي سجل هدف بطعم ايام برشلونه. وفي الدقيقه 81 كانت النتيجه 4-2 لصالح دالاس على انتر ميامي. كان في ضربه حره هيلعبها ميسي بس لعبها عرضيه، فمدافع فريق دالاس تقريبا قال ان هو عايز يجامل ميسي فدخل جاب الجول بطريقه عالميه علشان يبقى اسيست لميسي. بس الهدف بالفعل هدف غريب جدا، المدافع داخل كانه مهاجم بالظبط وشايطها صاروخ بدماغه علشان يكافئ ميسي باسيست علشان ميسي يكون مشارك في 7 اهداف في 4 مباريات. طب يا عم ميسي تهمد على كده؟ بعدها ب4 دقايق يا باشا يسجل ركله حره عالميه علشان يتعادل لفريق انتر ميامي ضد فريق دالاس علشان بعد كده يفوزوا بركلات الترجيح. Professional life gonna answer the call. He's gonna answer the bell every single time. World Cup, Barcelona, Paris, now in Major League Soccer. وبرضه هنا في رقم قياسي مكتوب باسم ميسي اظن في الدوري الامريكي، ان ميسي في 4 مباريات متتاليه مع انتر ميامي فاز بيهم جميعا وسجل فيهم جميعا. وللعلم انتر ميامي قبل ميسي في اخر 5 مباريات تعادل 3 مباريات وخسر 2 مباريات، يعني ميسي عمل طفره قويه جدا في انتر ميامي. Campana to really put the pressure on Dallas. Scores. Haas with 3-2 after 3 rounds. Gets it underneath Calendar. Miller versus Haas. Miller scores. Puts Miami. Short run up here from Ferreira.
Ferreira scores and keeps Dallas alive. Miami is through. He does. وللعلم كمان لو ما تعرفش تفاصيل عقد ميسي بياخد من 50 ل 60 مليون يورو سنويا مع انتر ميامي. ده غير كمان ان هو هيكون ليه حصه من مبيعات اديداس وكمان من مبيعات شركه ابل. ده غير كمان ان هو بعد اعتزاله هيكون ليه نسبه من ارباح النادي. والتفاصيل دي تقريبا اول مره تكون في عقد لاعب في التاريخ. طب ايه اللي خلى ديفيد بيكهام او نادي انتر ميامي يعملوا كده مع ميسي؟ لان ميسي في الوقت ده كان جاي له عرض من الهلال، عرض غريب وقوي جدا ان هو ياخد 400 مليون يورو في السنه. فانتر ميامي تقريبا وديفيد بيكهام ما كانوش هيقدروا يدفعوا 400 مليون يورو كل سنه، فعلشان كده عرضوا على ميسي العرض ده ان هم يقسموها له، ان هو ياخد من 50 ل 60 مليون يورو في السنه، وان هو يكون له نسبه من ارباح النادي بعد اعتزاله، وكمان يكون له نسبه من ارباح شركه اديداس، وكمان نسبه من ارباح شركه ابل. طب هما بيعملوا الكلام ده كله هيعوضوه ازاي؟ لا يا معلم، الناس دي ما بترميش فلوسها في الارض. اول حاجه ميسي ليه جماهيره الخاصه اللي بتتفرج عليه، وكمان ليه جماهيره الخاصه اللي هتروح الملعب. كمان الدوري الامريكي هيبقى مستفيد من النقطه دي، ان في قنوات كتيره جدا حول العالم هتشتري حقوق بس الدوري الامريكي علشان يتفرجوا على ليونيل ميسي. ده غير كمان الاستقطاب اللي هيكون تقريبا شبه سياحي، اللي هيتفرجوا على ليونيل ميسي في كل ملعب من ملاعب الدوري الامريكي اللي هيلعب فيها ميسي او يلعب فيها فريق انتر ميامي. وميسي كمان ما خيبش ظن ديفيد بيكهام ولا جماهير انتر ميامي من اول ما جالهم وهم بيكسبوا بس، وكمان بيسجل اهداف بطريقه عالميه. غير كمان مهارته اللي في الملعب اللي الجماهير اول ما بتشوفه بتقعد تزعق في الملعب كانهم في حفله غنائيه بالظبط. ميسي اسطوره كرويه حيه بالفعل. ميسي فاز ب7 مرات بالكره الذهبيه، وفاز بكاس العالم، وفاز بدوري ابطال اوروبا، وكمان حقق كل الارقام الفرديه مع برشلونه. ويذكر ان هداف الدوري الامريكي التاريخي مسجل 144 هدف فقط، يعني هي مساله وقت علشان كمان يكسر رقم قياسي جديد في الدوري الامريكي. وكمان هداف الدوري في موسم واحد كان هيجوايين ب 29 هدف. فاظن ان ليونيل ميسي هيكسر الرقمين، ان هو يسجل اكبر عدد من الاهداف في موسم واحد، وكمان هيبقى الهداف التاريخي للدوري الامريكي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودعمنا اللايك وقول لي رايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.